حياكم الله أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من حديث المساء. يحتفل اليمنيون اليوم وخاصة أبناء المحافظات الجنوبية بذكرى الاستقلال 30 من نوفمبر لعام 1967 الذي كان يوم خروج آخر جندي من الاستعمار البريطاني من عدن عقب اندلاع ثورة 14 من أكتوبر بدعم من النظام الجمهوري في الشمال آنذاك بعد إسقاط النظام الإمامي في 62. ومثل 30 من نوفمبر تتويجا لثورة أكتوبر وامتدادا لنضالات اليمنيين شمالا وجنوبا، إذ تجسدت واحدية النضال ضد الاستعمار في الجنوب والنظام الإمامي في الشمال. تأتي ذكرى نوفمبر الحالية اليوم في ظل تحديات كبيرة تواجه مشروع نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر وسط محاولات ارتدادية لعودة نظام الإمامية في شكل آخر في صورة مجسمة للإمامة في الحركة الحوثية التي قامت بغزو المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء. تشكلت على إثر ذلك مقاومة تحررية في مواجهتها في الشمال والجنوب، تخوض هذه المقاومة حربا تحررية في واحدية للنضال تمثلت في تحرير عدن ومثلها الطريق إلى تحرير تعز. نتوقف مع ذكرى 30 من نوفمبر ونستعرض وضع اليمن في ضوء مشروع نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر والتحديات التي تواجه النظام الجمهوري والمعوقات التي تواجه ثورات التحررية. التقرير التالي يسلط الضوء أكثر على هذه الذكرى اليوم. نشاهد التقرير ونعود. من نوفمبر من عام 67 كانت مدينة عدن الباسلة تشهد رحيل آخر جندي من جنود الاستعمار من جنوب اليمن وسط أجواء احتفالية جنوبية بقطف ثمار ثورة 14 من أكتوبر، فيما كان أبناء الشمال قد طووا عهد الإمامة ومضوا في إعلان الحكم الجمهوري وعهد إقامة الجمهوريات على أنقاض سقوط الإمامة الطائفية شمالا وهزيمة الاحتلال الأجنبي جنوبا، بل أن هزيمة الاستعمار جنوبا والنظام الإمامي شمالا شكل إيذانا بطي حقبة وصفحة الاستعمار من الخليج والمنطقة العربية في إثبات الأهمية اليمن كبوابة وبوصلة لمدار التغيرات وتحديد موازين القوى الإقليمية في المنطقة. مثل 30 من نوفمبر تشرين من العام 67 في القرن المنصرم ثمرة لواحدية النضال ووحدة الجغرافية والتاريخ، إذ جاء بعد 3 أعوام من ثورة أكتوبر و5 أعوام عقب ثورة 26 من سبتمبر، وكان تتويجا لنضالات طويلة ضد الاستعمار جنوبا والإمامة شمالا. ويأتي الاحتفال بذكرى نوفمبر وسط حركة ارتدادية عادت للذاكرة ما قبل نوفمبر، لا سيما بعد احتلال الحركة الإمامية الحوثية لمحافظات اليمن الشمالية والجنوبية على السواء، قبل أن تنتفض روح نوفمبر في وجدان اليمنيين وتطرد ميليشيا الاحتلال الإمامي من عدن قبل حوالي 4 أشهر، وتتشكل نضالات اليمنيين مجددا وتلتحم في مسار طرد الحوثيين وتختلط دماء عدن وهي تخوض معارك التحرير مع دماء تعز، وتشكل مرحلة جديدة من واحدية النضال، وتدخل الوطنية اليمنية عتبة جديدة مرجعيتها تراث نضالي طويل وقضية واقعية حية لا تستقيم بغير الوحدة باعتبارها مصدر قوة الجنوب والشمال معا في صد ارتدادات الإمامة والاستعمار وفي حماية المنطقة والخليج. وبينما يحتفل اليمنيون بذكرى نوفمبر يخوض التحالف العربي بقيادة الخليج معركة مصيرية ساحتها اليمن لحماية المنطقة العربية والخليج من الاستهداف الإيراني الذي تسلل في غفلة عربية كانت تعيش فوضى أولويات، بيد أن عملية التحالف العربي أعادت ترتيب ورسم الأولويات انطلاقا من تطهير اليمن من الاستعمار الإيراني عبر إسقاط الانقلاب المدعوم إيرانيا واستعادة الشرعية. من جديد أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من حديث المساء. بعد أن شاهدنا التقرير أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ ياسين التميمي الكاتب الصحفي. مرحبا سيد ياسين. وضيفي عبر السكايب الناشط الشبابي السيد أحمد الصالح. مرحبا ضيوفي الأكارم. أبدأ معك سيد ياسين في ذكرى الاحتفال بنوفمبر. ماذا يعني نوفمبر هذه السنة بعد معارك التحرير، بعد المقاومة الشعبية، بعد اقتحام عدن ومن ثم تحريرها، بعد كل هذه المستجدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعبر عن تهاني الحارة والخالصة لكل أبناء اليمن بهذه المناسبة الغالية، مناسبة الاستقلال المجيد الذي كان حدثا مهما في تاريخ اليمن المعاصر. وأقول أن هذا الحدث في ذكراه 48 يعود إلى الذاكرة اليمنية، وهو كعادته حدثا تاريخيا مهما وغاليا على كل اليمنيين، ولكن بطبيعة الحال الخطاب السياسي والإعلامي لا شك
يحدث حالة من التشويش حول هذه المناسبة، وهناك من يريد خصخصة هذه المناسبة، بمعنى أنه يريد أن يعتبر هذه المناسبة مناسبة خص محافظات بعينها، أو بينما هذا غير ممكن لا الآن ولا في الماضي. يعني كل الأحداث التي شهدتها مرحلة الستينيات والخمسينيات وحتى الأربعينيات هي كانت أحداث متأثرة بشكل أو بآخر بمجمل ما يدور في جنوب شبه الجزيرة العربية. كانت بريطانيا كدولة عظمى حينها تدرك أن علاقتها بالمحافظات الشمالية التي كانت في ذلك الوقت تحت مسمى المملكة المتوكلية اليمنية هي علاقة حذرة نوعا ما. وعندما استطاع اليمنيون في شمال الوطن التحرر من النظام الإمامي الكهنوتي المتخلف، أصبحت بريطانيا أكثر قلقا من المد الثوري الذي يأتي من الشمال. وكان أكثر ما يقلقها أيضا هو أن هذا المد أصبح مختلطا بنزعة ناصرية قومية بسبب تأثير النظام المصري حينها بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ولهذا مجمل الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بما يجري في الشمال. فعندما سارعت إلى تأسيس اتحاد إمارات الجنوب العربي في 59 كانت مدفوعة بالقلق من إمكانية انتقال عدوى الثورة من مصر إلى اليمن وإلى المحافظات الجنوبية وإلى ذلك القسم الذي كان جزء منه مستعمرة ممثلا في عدن، والبقية كان عبارة عن محميات تقع تحت النفوذ البريطاني. ثم بعد ذلك في ستينيات القرن المنصرم عندما قامت ثورة 26 من سبتمبر في الشمال دعت بريطانيا إلى تأسيس ما يسمى اتحاد الجنوب العربي. قليل من السلطنات والمشيخات تفاعلت مع هذا الحدث، ثم بسبب الضغط البريطاني يعني انضم الجميع، ربما المحمية الغربية بكاملها في إطار هذا الاتحاد، لكن بقيت محافظة حضرموت وقصدي سلطنتا حضرموت القاعطية والكثيرية والسلطنة المهرة وقشن قشن وسقطرى أيضا بقيت يعني خارج هذا الاتحاد. إذن أنا أعتقد أن حالة التشويش التي تكتنف هذه المناسبة والتي تريد أن تخصصها وتحولها إلى مناسبة جنوبية خالصة، أعتقد أنها تنسجم بشكل أو بآخر مع المعركة التي يخوضها المخضوع علي عبد الله. إذن هذا سننتقل إليه. هذا السؤال يقودنا للترحيب مجددا بضيفي في عبر السكايب السيد أحمد الصالح. سيد أحمد، مساء الخير ومرحبا بك على شاشة يمن شباب الحديث المساء. يعني برأيك هناك يعني من يقول بأن هناك من يحاول خصخصة هذه المناسبة في جهة جغرافية معينة، بينما يراها البعض الآخر بأنها تتويجا لسبتمبر وأكتوبر أتت 30 نوفمبر بواحدية النضال بين الشمال والجنوب آنذاك. إلى أي الرأيين تميل أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على الاستضافة في قناتكم وأرحب بضيفك وبمشاهدينكم الكرام. ودعني في البداية أهني شعبنا في الجنوب بهذه المناسبة العظيمة، الذكرى 48 لذكرى الاستقلال لرحيل آخر جندي بريطاني من أرض الجنوب الطاهرة. ومن ثم أترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا في الحرب الأخيرة على أيادي الغدر والتي تدعي وحدية الثورة، وهي للأسف من تطعن وتقتل وتدمر وتشرد. صراحة من حق أي أحد أن يعبر ويقول بهناك وحدية الثورة وغيرها من الأمور، ولكن دعونا نسمي الأمور بمسمياتها الحقيقية، بعيد عن العاطفة وبعيد عن المشاريع الضيقة وبعيد عن تغليف الأمور بأشياء نريدها في داخلنا. نحن نتكلم على وقائع على الأرض. شعب الجنوب كانت له ثورة عظيمة والجميع شهد بها منذ 2007، ووحدية الثورة عندما نتكلم عليها في 30 نوفمبر مثلا، ما أعتقد أنه هناك 13 محافظة في الشمال لم تحتفل اليوم بهذه الثورة مطلقا، باستثناء بعض الأخوة المناصرين في تعز، وهذا ديدن أهل تعز من زمان، لأنه لديهم رابط كبير جدا بما يربطهم بالجنوب وبعدن على وجه الخصوص. ولكن إذا أردت وحدية الثورة أن تنظر لها بعينك الحقيقية وبتجرد، انظر إلى 13 محافظة في الشمال، من صعدة إلى المحويت إلى حجة إلى ريمة هل احتفلوا اليوم بهذه الثورة؟ هل خرجوا اليوم يناصرون هذه الثورة بهذه الذكرى؟ سيد أحمد، يعني هناك من قد يرد عليك بأن هذه المحافظات 13 ذكرها، وهذا رأي أيضا، كانوا يحتفلون على مدى يعني من عام 90 إلى 2014 إلى عام النكبة الحالي الذي سيطر فيه الحوثي على مقاليد الحكم، كانوا يحتفلون بطريقة يعني شبه سنوية، كانوا يحتفلون 30 نوفمبر.
صحيح كلامك، وهذا كان شيء متوقع. هناك كان نظام قمعي ونظام استبدادي، وكان من الطبيعي جدا بأن يستغل تلك الأحداث وتلك الفعاليات ليثبت للعالم أو للشعب في الداخل وفي تلك المحافظات الشعب المغلوب على أمره. في حقيقة الأمر نحن لا نلوم الشعب مطلقا في الشمال، الشعب في الشمال يعاني أيضا كثيرا من الظلم ومن القهر ومن الطغيان ومن نفوذ النافذين ووسطتهم وسلطتهم القوية، ولا نلومهم على ذلك مطلقا. نحن نتكلم على السلطة الحاكمة وعلى النخبة التي أدارت البلد في الفترات السابقة. نحن نتكلم، الإشكالية ليست في إشكالية من يحتفل ومن لا يحتفل أبدا، نحن نتكلم على مشاريع قائمة على الأرض يجب أن نسميها بمسمياتها الحقيقية. شعب الجنوب لم ولن يكون يوم من الأيام عدو لشعب الشمال مطلقا، نحن إخوة في الأساس، ولكن يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. شعب الجنوب لديه رأي، كان دولة مستقلة، لم نتوحد مع الشمال مطلقا على مدى التاريخ في دولة واحدة إلا في عام 90 22 مايو مطلقا، ومن أراد أن يزور التاريخ لن يستطيع. هناك وقائع على الأرض حصلت وذكر ضيفك قبل قليل حول أحداث التاريخ السابقة، وهي صحيحة جزء منها، ولكن كدولة لم نكن يوم من الأيام دولة إلا عندما دخلنا في الوحدة التي غدر بها في عام 94 من قبل علي عبد الله صالح وأذنابه وميليشياته ومناصريه في تلك الفترة. نعم، إذا أحمد نعم، أنا سأعطيك أيضا المجال تحدث براحتك، ولكن دعني أنتقل بما قلت لضيفي الاستوديو. سيدي ياسين، يعني سمعت كلام الضيف يقول أنه فكرة وحدية النضال هي عاطفية، وإنما الفكرة الحقيقية والواقعية أنه هناك كيان في الجنوب لم يعرف الدولة اليمنية الموحدة، لم تكن موحدة إلا من 90 إلى 94. ما قولك أنت؟ أنا أشيد بعقلانية الأخ أحمد الذي يتحدث من عدن، لكن الحديث هنا ليس عن واحدية، ولا لا نريد أن نتعسف المصطلحات ولا المفاهيم. في حقيقة الأمر هو أن هناك حركة وطنية كانت تتماهى فيما بينها، وهذه الحركة الوطنية انصهرت ربما بشكل كبير جدا في مدينة عدن التي كانت مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، وكان هناك يعني تطلع إلى استعادة تاريخ مجيد لليمن. ويجب أن نتذكر الجميع بأن اللقب التاريخي للدولة اليمنية عندما نتحدث عن اليمن بشكل خاص نحن نعني الجنوب ولا نعني الشمال. المصطلح اليمنية في التاريخ في اللغة اليمنية القديمة تعني اليمان، يعني جنوب. وهناك من تتبع من الدارسين هذا المصطلح وهذا المفهوم، واستطاع أن يصل إلى أن ربما جبل علي وشبوة وأبين وهذه هي المنطقة التاريخية التي كان يقصد بها يمان في اللقب التاريخي الكامل ل يعني دولة سبأ دولة سبأ وحمير وحضرموت ويمنات وأعرابهم في الطود وتهامة. هذا هو اللقب التاريخي الكبير الذي كان يجمع الدولة اليمنية القديمة قبل أن تتشظى وتتحول إلى عدة دويلات الكل يعرفها. ليس عيبا أن طبعا مسألة أنه يبقى شعب ضمن وحدة سياسية في تاريخ متصل، هذا لم يحدث ربما إلا في حالة استثنائية واحدة وهي مصر. عدا هذا يمكن الحديث عن بلاد الشام. من الذي يستطيع أن يفصل فلسطين عن سوريا أو لبنان عن سوريا أو حتى أجزاء من العراق عن سوريا؟ الهلال الخصيب كان يطلق على العراق والشام، لكن عبر التاريخ لم تكن هذه المنطقة متحدة ضمن نظام سياسي يعني موحد. حتى في أيام الدولة العباسية استطاعت مثلا بلاد الشام أن تخرج إلى يد الفاطميين وهكذا. لكن هذا التحول عبر التاريخ لا يعني أبدا أن اليمنان لم يكونوا متحدين أو أن هذه الهوية اختفت بشكل أو بآخر. اليمن هي اليمن لا شك في ذلك، لكن أنا أعتقد أن التاريخ يدل على أن احنا شعب واحد فرقته السياسة. لكن أنا أعتقد أنه الظلم الحقيقي الذي لحق باليمن كان في فترة واتفق أنا مع الأخ أحمد في فترة المخلوع علي عبد الله صالح. هذا الشخص الذي تسنم هذا الشرف الكبير، شرف إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وهو لا يستحقه، وكان ماكرا وغادرا وخائنا لهذا الحدث اليمني العظيم. كان أكثر الناس حماسا للوحدة هم أبناء الجنوب وليس أبناء الشمال. دخل الشماليون وهم في ريبة ومنقسمون تجاه الوحدة اليمنية، ودخل الجنوبيون تجاه الوحدة وهم أكثر حماسا، لأنهم كانوا يؤمنون بفكرة الوحدة لكن غدروا وتعرضوا لخيانة كبيرة. هذه الخيانة لم تأتي من الشعب،
وإنما أتت من النخبة السياسية التي طيب. وربما يعني هذه الخيانة تركزت بشكل أساسي في تصرفات وأفعال علي عبد الله صالح الذي غدر بالجميع تقريبا، ليس فقط بالجنوب. لكن اليوم نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة تاريخية، حتى عندما نتحدث عن بقاء اليمن موحدا أو مفككا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هو كرامة الناس، حياتهم، حقهم في أن يعيشوا بشكل أفضل. فإذا كان على سبيل المثال عدن تريد أن تبقى بمفردها وتعيش بكرامة ليكن ذلك، وإذا استطاعت عدن أن تكون أفضل في ظل يمن موحد ليكن ذلك، وكذلك الأمر ينطبق على كل اليمن. نحن يجب أن من الآن فصاعدا بعد هذا السيل من الدماء الذي أريق في مذبح الوطن بسبب الأفعال الجبانة والخيانية من قبل المخلوع حليفته الميليشيا الحوثي، يجب أن نفكر الآن بعقلانية حول مستقبل اليمن، ونحن نصيغ مستقبل اليمن. نعم. هل يمكن أن نبقى معا نعم. بكرامة ضمن مواطنة متساوية؟ هذا سنتحول به للسيد أحمد صالح. سيد أحمد، يعني سمعت كلام الضيف، ولا نريد حقيقة أن نبقى في التاريخ كثيرا، الحلقة ليست تاريخية بطبيعها، ولكن 30 نوفمبر الحالي 2015 يحمل دلالات مختلفة، يحمل وقائع على الأرض مختلفة. برأيك يعني بغض النظر عن الحديث عن وحيدية النضال، برأيك ما الذي يميز 30 نوفمبر الحالي؟ ما هو الخطاب الأنجع والأمثل يميز به 30 نوفمبر 2015 يخدم الناس في الشمال، في الجنوب، في عدن أو في تعز أو في صنعاء حتى؟ بصراحة يعني أنا أثني وأطري على ضيفك بصراحة في استرساله التاريخي وتسميته الأمور بمسمياتها مع بعض الخلاف البسيط جدا، ولكن جميل ما قاله. أنا سأتكلم عن الواقع لأنه تكلم عن التاريخ. هو احتفال اليوم 30 نوفمبر في هذه المرحلة أولا يعطي رسالة بأن لا يوجد هناك أيادي لمن غدر بالوحدة في الجنوب أبدا. هذا أولا، لا يوجد يد لعلي عبد الله صالح وميليشياته وأذنابه داخل الجنوب مطلقا. اليوم الجنوب محرر تماما من هذه الميليشيات التي تتبع هذا الرجل المعتوه الذي أصيب بجنون العظمة والذي غدر بوحدة وطن أتاه على طبق من ذهب واستفاد منه هو وأبنائه وحاشيته وأقاربه فقط، وجعل الشعب سواء في الجنوب أو في الشمال يعاني. هذه رسالة أولى. الرسالة الأخرى لدول التحالف ودول الإقليم ودول الجوار ودول العالم إجمالا. أثبتت الحرب والمعطيات التي حصلت ما بعدها واحتفال اليوم بأن هناك ثورة في الجنوب التي كانت وسائل الإعلام تصم الأذن عنها وتعمي الأبصار عنها، لا تريد أن تراها ولا تريد أن ترى إعلام الجنوب. حتى للأسف الشديد لديكم أنتم في الشمال كنتم تصمون هذه، إلا من بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية التي تستخدم قضية الجنوب لابتزاز السلطة الحاكمة آنذاك. لكن اليوم الوضع مختلف تماما. نحن مثل ما ذكرت لك سابقا لا نستدعي عداوة مع الشمال كشعب مطلقا، وليس لنا ذلك ولن نستطيع ذلك ولن نستفيد من ذلك شيء. نحن مضطرين بأن نتعايش مع الشمال تماما. نحن نريد من إخوتنا في الشمال بعد ما حصل من هذه الدماء وهذه الأشلاء وهذا الدمار وكسر ودمار للنسيج الاجتماعي الذي رأى الجميع ذلك، بأن يحكمون العقل ويفكرون بعيدا عن العاطفة ويفكرون بمنطق ومصلحة. الوحدة ليست قرآن منزل من السماء أبدا. الوحدة بنيت على مصالح مشتركة ومتبادلة. عندما تنفى هذه الوحدة وهذه المصالح المشتركة يجب على الشعب الجنوب الذي لديه خيار. شعب الجنوب لم يكن يوم من الأيام تابع لأحد أبدا، والجميع يعرف ذلك. شعب الجنوب دولة مستقلة ذات سيادة وقانون ومعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكافة المنظمات الدولية إلى يوم 21 مايو 90، والجميع يعرف ذلك. نحن لسنا تابعين لأحد ولسنا جزء من أحد أبدا، ونكل إخواننا وأشقائنا في الشمال كل الاحترام والود والتقدير، ونعلم بأنهم عانوا وقاسوا. والوحدة يجب عندما نراجعها نراجع يقف المواطن الشمالي البسيط العادي الفلاح أو المزارع أو العامل ماذا استفاد من الوحدة. إذا فكر بعقلانية ومنطقية لم يجد أنه استفاد شيء مطلقا. استفاد بأن الفئة الحاكمة تلك الطاغية استطاعت أن يجعله يتغنى بالشعارات لتأكل هي، لتسرق هي، لتنصب هي، لتدمر كل ما أرادت تدميره، وهو يتغنى بالشعارات للحفاظ عليها فقط. ولكن هو في الأساس يعاني وأبنائه يعانون وأجياله يعانون. لا توجد أي خدمات أبدا من أجل يراهن عليها تقول قدمتها الوحدة مطلقا. كان الشعب في الشمال وضعه أفضل سابقا مما من الآن. طيب سيد أحمد أنا اسمح لي بالمقاطعة يعني حتى يعني تسلسل بالكلام، لكن احنا نريد الآن أن نتحدث عن الخطاب المفروض المطلوب الذي على ضوءه يتم تتويج هذه الثورات نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر لا تضيع في ظل مهاترات وخطابات وتسميات وجغرافيا أيضا. نريد ما الذي يستفيد منه الشعب سواء في عدن أو في تعز أو في صنعاء. دعني أنتقل بالسؤال لسيد ياسين. سيد ياسين، برأيك ما هو الخطاب الذي بإمكانه أن يعطي مصلحة الناس الأهمية الكبرى ولا يهضم نضالات الناس ويسمي الأشياء بسمياتها بدون خلاف؟ يعني
يعني هنا دعنا نتوقف قليلا عند مسألة ما طبيعة الخطاب الذي يجب أن تفرزه هذه المرحلة وهذه مناسبة. يعني أنا في تقديري أن ما نحتاجه اليوم هو لم الشمل، ولم الشمل هنا ليس قضية عاطفية وإنما قضية قانونية أيضا، بمعنى أنه اليوم اليمن يقع في ظل ظرف استثنائي، واليمن هنا هو اليمن السياسي، اليمن الذي مسجل في الأمم المتحدة على أنه دولة ذات سيادة، اسمه الجمهورية اليمنية. هذه الجمهورية اليوم تحظى يعني تتقاطع فيها مصالح. هناك انقلاب ضد سلطة شرعية، السلطة الشرعية صادف أنها رموزها ربما كلهم من المحافظات الجنوبية. العالم تدخل لحماية هذه السلطة الشرعية ولاستعادة الدولة ووضع اليمنيين مجددا على المسار الصحيح، مسار عملية التسوية السياسية. أنا في تقديري يجب أن نتوقف بعقلانية، وأنا أطلب من الأخ أحمد وكل من، والخط العقلاني اللي يمثله الأخ أحمد، يعني اليوم مثلا بحاح ابن محافظة حضرموت موجود في باريس ممثلا للجمهورية اليمنية ونائبا لرئيس الجمهورية. عبد الرب منصور هادي بالأمس تحدث وقال كلاما واضحا وصريحا، وقال إنه المستقبل هو لليمن الاتحادي، وهو يتحدث في ذكرى 30 من نوفمبر. اليوم التحالف العربي تدخل في اليمن تحت هذا السقف، تحت سقف الجمهورية اليمنية. اليوم ليس من مصلحة القضية الجنوبية نفسها ولا المحافظات الجنوبية التي تريد أن تستعيد الدولة، ليس من مصلحتها اليوم أن تخلط الأوراق. أنا أعتقد أنه الحديث اليوم الآن في هذه اللحظة عن دولة كاملة السيادة في المحافظات الجنوبية يخلط الأوراق ويفسد كل شيء. يعني لا يمكن أن يتدخل التحالف العربي من أجل أن يقسم اليمن، وإلا أصبح تدخله غير شرعيا. لا يمكن التحالف العربي أن يتدخل من أجل يعيد عبد الرب منصور هادي إلى صنعاء، وفي هذه الحالة عبد الرب منصور هادي تكون مهمته أن يعيد الجنوب لأبناء الجنوب والشمال يترك لصراعات وأنا أعتقد أنه لا ضمانات حقيقية فيما يتعلق بوحدة منسجمة آمنة مستقرة في المحافظات الجنوبية. أيضا يجب أن نكون عقلانيين في هذه المسألة. إذن أنا في تقديري أن الجنوبيين والنخبة السياسية في الجنوب عليها أن تتوقف الآن عن مسألة الدولة، أو تبقى في حديثها عن الدولة ضمن السياق الطبيعي، بمعنى أنه ضمن عملية التسوية السياسية تبقى يعني مسألة استعادة الدولة موجودة في الأجندة، ولكن ليس الآن وليس هذه اللحظة وليس بهذه الطريقة. بمعنى أنه ينتهي التحالف العربي من مهمته، ندحر الانقلابيين ثم نواصل عملية التسوية السياسية ونناقش مسألة القضية الجنوبية ونذهب ضمن هذا السياق، ضمن المرجعيات المحترمة والمعتمدة. فإذا وجدنا صيغة لكي نبقى كدولة موحدة كان بها، إذا وجدنا أنه لا يمكن البقاء كدولة موحدة وهناك أسباب موضوعية لا تقبل بهذا ولا تسمح بهذا قبلنا بها، لكن ليس الآن أي تفكير يدفع. وأنا مستغرب، يعني في على سبيل المثال كان عبد العزيز بن حبتور محافظا لمحافظة عدن، تستغرب، وهو كان قد تحدث وعقد مؤتمرات صحفية وتحدث عن مؤتمر الجنوب، يعني مؤتمر الشعبي العام الخاص بالجنوب. عندما قدم الحوثيون إلى عدن أصبح جزءا من كتائبهم التي تقاتل ضد أبناء عدن. للأسف الشديد النخبة السياسية لا يجب في الجنوب ليست موحدة، النخبة السياسية منقسمة أيضا. لهذا أنا أقول هذا بيكون نوع من خلط الأوراق، لا يمكن إلا الأخذ بمجمل هذه التطورات وهذه العوامل لكي نمضي في الحديث عن دولة جنوبية مستقلة. إذن هذا الكلام يجب أن يؤجل الآن إلى أن ننتهي مما نحن فيه الآن، لأنه لا يمكن أن يكون التدخل هذا من أجل تشطيب أو تدخل من أجل أن أنتقل بهذا السؤال للسيد أحمد الصالح أيضا. سيد أحمد، سمعت كلام الأستاذ ياسين يقول أنه يعني اللحظة الحالية ليست اللحظة المناسبة للحديث حول دولة الجنوب أو دولة كاملة ذات سيادة كاملة في الجنوب، لأن هذا يؤدي إلى خلط الأوراق، والتحالف العربي والسعودية وأكثر 8 أشهر ومليارات وضغط دولي، كل هذه العوامل لم تأتي لتحقيق دولة في الجنوب، تأتي لتأمين الجزيرة العربية لبعد قومي عربي لبعد إسلامي. يعني الحديث عن دولة الجنوب يبدو تغريد خارج السير ويبدو خلطا للأوراق، ما رأيك؟ طبعا أنا كنت أتوقع أن يقول مثل هذا الكلام، وليس هو كثير. أنا جلست مع كثير من النخب السياسية الشمالية هنا في أمريكا وفي بعض الدول الأخرى وتحدثت معهم في هذا الموضوع بعد الحرب، قالوا بأنهم يريدون استعادة الدولة أولا ومن ثم نتفاوض. دعني أخبرك شيء واحد، هل تتوقع من المواطن الجنوبي الذي عندما كانت الدولة قائمة وكان هناك إجماع شبه ائتلاف من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي اختلفت اليوم سابقا، عندما كانت واحدة وتشكل قوة والجيش واحد وكانت تعطينا الأذن التي لا تسمع،
ما الذي يدعني اليوم في الجنوب أنتظر حتى تعيد هذه الدولة وتتقوى القوى والأحزاب والنخب السياسية في الشمال، ومن ثم أتفاوض معها مرة أخرى؟ أعتقد بأن هذه حماقة إذا فكر شعب الجنوب بهذا الشكل. نحن لسنا موظفين مع دول التحالف، ولا يعنينا بأننا نمشي مما يريدون هم تحت ظروف. نحن لدينا شهداء، نحن لدينا دماء. هل تعلم أنت وضيفك وكل من يشاهد اليوم بأننا منذ 2007 إلى 25 مارس الماضي الذي بدأت فيه الحرب قدمنا أكثر من 1374 شهيد، ليس على يد الحوثي وحده، وليس على يد عفاش الوحده، على يد الجيش اليمني والأمن اليمني ذلك الذي كان كل القوى والأحزاب السياسية مؤمنة بأنه يمثلها. كان مجلس النواب أيضا هكذا كان يعادي شعب الجنوب. أنا أعتقد أنها من الحماقة بمكان بأن يطالب شعب الجنوب اليوم بأن يعيد الدولة التي سوف تكون قوية من أجل أن تواجه. نحن اليوم في الجنوب أعتقد بأننا إذا ما عدنا الدولة سوف تكون الدولة عدوة لشعب الجنوب فقط، ولكن بما أن التحالف موجود وبعض الأطراف التي تدعمه، أعتقد بأننا نحن سوف نقف مع التحالف في خطين متوازيين لمصالح مشتركة لدحر هذه الميليشيات، وقد نختلف في أي لحظة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال بأن دول التحالف سوف تفرض الوحدة اليمنية بالقوة. والدليل على ذلك قرارات 931 و 921 للأمم المتحدة في عام 93 حول الوحدة التي كانت ترفض قيام الوحدة بالقوة. لهذا يا سيدي العزيز يجب أن نكون عقلانيين ومنطقيين في الخطاب. نحن اليوم مثل ما ذكرت لك سابقا لسنا مجبرين، ولا يوجد شيء يدعونا لأن نعيد الدولة مرة أخرى. نحن نعم عبد ربه منصور هادي وبحاح جنوبيين ولا نستطيع إنكارهم من سيد أحمد، يعني لا يوجد لا قوة التحالف ولا قوة جبرية، يوجد خطر وشيك داهم على بعد كيلومترات من عدن تتواجد قوات الحوثي وصالح يرغبون بشدة ويحاولون بشكل شبه يومي بإعادة السيطرة على عدن، بإعادة الهجوم على عاصمة الجمهورية اليمنية مؤقتة. ليست قوة الإجبار وليست القوة العسكرية، ولكنها قوة الخطر الوشيك، قوة المصلحة العامة التي تجمع الناس. أنا أتفق معك نعم، ولكن نحن مثل ما ذكرت لك سابقا نحن دفعنا فاتورة كبيرة جدا من الدماء والدمار ومن التشريد ومن تنكيل الناس ومن في هذه الحرب الأخيرة، ولا نرغب أيضا بأن تكون هذه الدماء تتكرر في مناطق الشمال. نحن يعني نتحسر ونأسف كثيرا للدماء التي تسيل كل يوم في تعز وفي مأرب وفي البيضاء صراحة. وأيضا يأتينا كثير من التساؤل، لماذا تلك المحافظات الأخرى التي يوجد فيها حرب لماذا لا ينتقل المناضلون والشرفاء منها وأقرب محافظة مثلا دمار وإب إلى الجبهات يقاتلون؟ عندما كانت الثورة قائمة في 2011 كنا شركاء كلنا فيها، كانوا المتظاهرين يأتون من كافة المحافظات ليشاركون في الثورة. لماذا لم يأتوا اليوم من كافة المحافظات الأخرى ليشاركوا في النضال لدحر هذه الميليشيات؟ هناك ثغرة وهناك فجوة موجودة يجب علينا أن نعترف بها موجودة. نحن لا نتهم أحد الآن بشكل صريح، ولكننا يجب علينا أن نعرف بأن نحن الآن في حرب وفي معطيات سياسية متسارعة. ليس من المنطق بأن نتبع ما يريده الطرف الآخر الذي إلى أمس وهو كان يعاديني ويريد الوحدة ويرفع شعار الوحدة أو الموت. ولا زال للأسف الشديد كثير من إخواننا في المناطق الشمالية الذين يقفون في صف التحالف وفي صف الشرعية لا زالوا يرفعون شعار الوحدة أو الموت. كما أن العديد أيضا من الشخصيات الجنوبية المعروفة والرمزية واقفة أيضا مع التحالف، لا سيما بن حبتور وبعض الخونة أيضا من القيادات العسكرية وقيادات سياسية. لا يمكن تجير الحديث بصفة شخصية ولا بصفة جغرافية. السيد أحمد صالح، يعني أخبرتني قبل الحلقة أيضا أن لديك موعد آخر بعد 10 تقريبا، وصلنا الساعة 10. أنا أودعك على أمل التواصل معك في حلقات قادمة. أحمد الصالح المتحدث الرسمي لملتقى شباب الجنوب، كنت معنا عبر السكايب. شكرا جزيلا لك سيد أحمد. أعود لك سيد ياسين قبل أن نطلع فاصل. يبدو أنه يعني الحديث جدلية الوحدة والانفصال والوقت المناسب ووقت مش مناسب يعني سيبقى هو الموضوع بعيدا عن المعركة العامة والتحررية والحوثي وعفاش. يعني أريد أن أسمع تعليقك حول هذا الموضوع ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود، فابقوا معنا.